لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. كسرها وأرداها وأخزاها وأظهر ضعفها وعجزها. هذه هي الأصنام التي تعبد من دون رب الأنام سبحانه وتعالى. تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة. هدمت الأصنام في الشام حين فتح المسلمون الفتوح، هدمت الأصنام في الفرس حين فتح المسلمون الفتوح، هدمت الأصنام في مصر حين فتح المسلمون الفتوح، هدمت الأصنام في اليمن حين دخلها الإسلام. وإننا لا نرى في هذه الأيام من يجلب إلى جزيرة العرب صنم بوذا محاربة لله ومخالفة لأمر رسول الله ومناقضة للتوحيد. وفي هذه الأيام جلبوا إلى جزيرة العرب البقرة لتعبد من دون الله وتستقبل في مطارات المسلمين وتنزل إلى معابد بنيت في بلاد المسلمين. وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. خلق الله عز وجل آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له، ثم أهبطه إلى الأرض لحكمة عظيمة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأخبر الله عز وجل أنه أرسل رسله وأنزل كتبه لهذا المقصد العظيم. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. في آيات كثيرات جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وإلى إفراده بما يجب له، فإن من أشرك مع الله عز وجل غيره كان من المتوعدين بالعذاب الأليم وبالخزي العظيم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض وكان عابدا وكان نبيا، ورزقه الله عز وجل ذرية مباركة على طاعة، إلا ما كان من ذلك الابن الذي قتل أخاه، وإلا فإن التوحيد ما زال مستمرا في ذرية آدم عليه السلام إلى أن كان زمن نوح عليه السلام. ويذكر المفسرون أن أول ما صنع من الأصنام كان لود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا من أبناء آدم وكانوا صالحين عابدين لرب العالمين، فلما ماتوا حزن عليهم من إليهم، فجاء إليهم الشيطان فقال: ألا أصنع لكم صورا في مقدمة مساجدكم ترونهم وتعبدون الله عز وجل وتجتهدون باجتهادهم؟ قالوا: أما في مقدمة المساجد فلا. فقال: إذن أصنعها لكم في مؤخرة المساجد، فصنع لهم تلك الصور. فبعد ذلك مات الجيل الأول والذي يليه، وتباعد العهد من نور النبوة، فعبد الناس الأصنام من دون الرب الكريم العظيم المنان. عبد الناس الحجارة الصماء البكماء، وتركوا عبادة رب الأراضين والسماء، وهذا لسخافة عقولهم ولسوء صنيعهم ولتسلط الشيطان عليهم ولبعدهم عن كتاب الله وسنة رسله صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام يدعو هذه الأمة التي وقعت في الوثنية وتركت عبادة رب البرية إلى إفراد الله بالعبادة، فأبوا وأعرضوا وتنكروا، مع أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. دعوة عظيمة من رسول كريم، أحد أولي العزم من الرسل، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل، بل تواصوا بعبادة الأصنام والأوثان، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعوذ بالله من الضلال. صبر عليهم ودعاهم في ليله ونهاره وفي سره وفي جهاره، أبوا وأعرضوا وتنكروا، فما كان منه إلا أن دعا الله عز وجل أن يدمدم عليهم، فأغرقهم الله عز وجل بالطوفان، وسلم الله المؤمنين على السفينة، ثم عاد الناس إلى التوحيد وتركوا الشرك والتنديد. ثم تقادمت الأيام وتتابعت الأعوام وانصرمت الأزمان، فعاد الناس إلى عبادة الأصنام من جديد، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر بعضهم أن عودة الناس إلى عبادة الأصنام كان في زمن قوم عاد، ونفاه بعضهم من أن عبادة الأصنام إنما عادت في زمن قوم إبراهيم عليه السلام، وكان منه الأمر العظيم في تكسيرها والنهي عن عبادتها
والقيام على عابديها. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، لأن هذه الأصنام التي صنعوها وعبدوها هي رموز للكواكب ورموز للملائكة ورموز لما يعتقدون فيهم من الروحانيات. فلذلك قال لهم حين رأى الكوكب أهذا ربي؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قال العلماء معنى هذا ربي أهذا ربي، فإن إبراهيم عليه السلام لم يكن مشركا ولا منددا في يوم من الأيام، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، فإن الأنبياء كانوا موحدين لرب العالمين بفطرتهم التي فطرهم الله عز وجل عليها. وذكر الله عز وجل أيضا أنه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وما زال إبراهيم عليه السلام يتربص بتلك الأصنام الدوائر حتى مكنه الله عز وجل منها، إذ خرج قومه في يوم عيد لهم إلى بعض شأنهم فأخذ فأسا فقام بتكسيرها وترك كبيرهم، كما قال الله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي خلقهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فعند ذلك مكروا به وأرادوا قتله وصنعوا نارا عظيمة رموه فيها بالمنجنيق وسلمه الله عز وجل حيث دعاه بقوله حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كسرها وأرداها وأخزاها وأظهر ضعفها وعجزها. هذه هي الأصنام التي تعبد من دون رب الأنام سبحانه وتعالى. وبقيت جزيرة العرب ذرية إسماعيل عليه السلام في بعد عن عبادة الأصنام وملازمة لدين إبراهيم لدين التوحيد، حتى مرض عمرو بن لحي فدل على عين حارة بالشام فانطلق يطلب العافية وليته لم يجد العافية. فبعد أن شفي من المرض رآهم يعبدون الأصنام والأوثان فسألهم عن ذلك فأخبروه
أنهم شفعاء وأنهم آلهة، فأخذ منهم صنما عظيما وساقه إلى البلد الحرام ووضعه في الكعبة المشرفة، وكان اسمه هبل، ذلك الصنم العظيم في شكله السيء في حاله. نعم عباد الله. ثم بعد ذلك انتشرت الأصنام في جزيرة العرب، فاتخذوا مناه، وكانت بين المدينة وبين مكة يعظمها الأنصار قبل إسلامهم، واتخذوا كذلك العزى وكانت في الطائف، واتخذوا اللات وكان أيضا بالطائف، وسموه الكعبة اليمانية، مكان لرجل من اليهود كان يلت السويق للحجيج، ولكنهم بعد ذلك عبدوه من دون الله. وهكذا اتخذوا ذا الخلصة في دوس إلى جهة اليمن، وتنوعت الأصنام والأوثان وعبدها الناس من دون رب الأنام. لا حول ولا قوة إلا بالله أن يصير كثير من عقلاء البشرية عبيدا لأصنام وأوثان لا تنفع ولا تضر من دون الله عز وجل. بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فكبتها وسبها وشنعها وحقر من شأنها، فطردوه ومقتوه وحاربوه، فخرج مهاجرا إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. مكث سنوات يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، وقريش في باطلهم يلجون وفي شركهم يعملون، ولعبادة الأصنام ينادون. إذا سافر أحدهم أخذ الصنم معه، وإذا نزل بمنزل اتخذ له 3 أحجار، حجرين لقدره وحجرا يعبده من دون الله عز وجل. حتى كان السنة 8 من الهجرة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها بفتح الله له صلى الله عليه وسلم. وكان أول ما قام به من العمل أن توجه إلى البيت الكريم وإلى البيت العظيم، وفي يده حربة يأتي على هذه الأصنام يطعنها في عيونها وفي وجوهها، ويتلو قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طهرت الكعبة العظيمة المشرفة الكريمة قبلة المسلمين من الأصنام والأوثان على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أرسل الرسل لهدم الأصنام والأوثان، فأرسل خالد بن الوليد لهدم العزى، وحين جاءها جعل عباد العزى يقولون: يا عزى خبليه، يا عزى أهلكيه. فما كان من خالد إلا أن قال: يا عزى كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. فقام بها وضربها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا رأيت؟ قال: يا رسول الله لم أرى شيئا. قال: ما فعلت شيئا. فرجع إلى العزى وإذا بها شيطانة ناشرة شعرها عريانة، فجللها بالسيف، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: قتلت العزى. نعم عباد الله، كان يعظمها قريش. وفي غزوة أحد جعل أبو سفيان يقول: اعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟
قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم جاء أهل الطائف بالإسلام، إلا أنهم اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي لهم اللات لا يهدمه، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سنة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا شهرا، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا لا يهدمه إلا رجل منا، فأرسل المغيرة بن شعبة فجعله كالبعير الأجرب. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة بدوس فهدمها، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحمس 5 مرات، دعا لهم جزاء فعلتهم العظيمة. هدمت الأصنام في جزيرة العرب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى في جزيرة العرب دينان. هدمت الأصنام في الشام حين فتح المسلمون الفتوح، هدمت الأصنام في الفرس حين فتح المسلمون الفتوح، هدمت الأصنام في مصر حين فتح المسلمون الفتوح، هدمت الأصنام في اليمن حين دخلها الإسلام. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتشر التوحيد وانتشر الإسلام وعظم شأنه، ومع تباعد الأيام ومرور الأعوام قل العلم، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي بعد ظهور الإسلام يئس الشيطان أن يعود الناس إلى عبادة الأصنام وإلى عبادة الأوثان. ولكن ما الذي حدث أن كثيرا من الناس بعد عهدهم بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فشيدت القبور والقباب واتخذت أوثانا من دون الله، فرحل الراحلون وشدوا رحالهم إلى زيارة قبور ما يسمونهم بالأولياء والصالحين، بل وصل الأمر إلى أن عبدت من دون الله ودعيت من دون الله. فالرافضة عظموا قبور آل البيت، والصوفية عظموا قبور ما يسمونهم بالأولياء. بل لما غزا التتر بلاد الإسلام جعل القائل يقول: يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لم يقل لوذوا بالله أو اطلبوا النصر من الله، بل قال قائلهم: إذا أعيتكم الأمور فأنزلوها بأرباب القبور. ويأتي أحدهم إلى ابن العجيل في بيت الفقيه فيقول: هات لي منك يا ابن موسى إغاثة في سيرها حثاثة. بل وجد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من رسل الملوك والأمراء العثمانيين وغيرهم ما يستغيثون به بالنصر على أعدائهم وبالسلامة من أعدائهم وخصومهم. شرك عظيم نزل بالأمة ولم يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الشرك قد ينكره الكثير مع ثبوته بالكتاب والسنة، فإن هذا من صنيع اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق، لأن اليهود والنصارى يعتبرون من عباد الأصنام وعباد الأوثان وصناع الصور. ألا وإن من أعظم الشرك وأشده وأظهره لما هو موجود في شرق آسيا وفي بلاد الهند، فقد تنوعت عباداتهم وتنوع شركهم، حتى أن الهندوس يعبدون كل ما يعملون من أجله، فيعبدون الفروج
ويعبدون النيران ويعبدون الفئران ويعبدون الفيلة ويعبدون النمور ويعبدون الأسود ويعبدون الأبقار ويعبدون الأشجار ويعبدون بوذا ويعبدون غير ذلك من المعبودات. نعم عباد الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في جزيرة العرب دينان، وإننا لنرى في هذه الأيام من يجلب إلى جزيرة العرب صنم بوذا محاربة لله ومخالفة لأمر رسول الله ومناقضة للتوحيد. وفي هذه الأيام جلبوا إلى جزيرة العرب البقرة لتعبد من دون الله وتستقبل في مطارات المسلمين وتنزل إلى معابد بنيت في بلاد المسلمين. ألا إننا نبرأ من هذه الأفعال المناقضة للإسلام والمخالفة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام الداعية للناس بلسان الحال والمقال إلى العودة إلى الشرك والوثنية. لا يجوز لمسلم أن يرضى بالكفر ولا أن يصوغه ولا أن يأذن به. لا يجوز لحكام المسلمين ولا لأمرائهم أن يبنوا الكنائس ولا أن يجددوها في بلاد الإسلام. هذا إذا كانت قد بقيت بحكم الإسلام، كالكنائس التي بقيت في دمشق أو الكنائس التي بقيت في بيت المقدس، فكيف بالكنائس التي تبنى من جديد محاربة لله ومحاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نتعلم التوحيد وأن نحذر من الشرك والتنديد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني بإليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وهذا في آخر الزمان. قالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت أظن أن الإسلام لظاهر، أليس الله عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؟ قال: يا عائشة، إن ذلك لكائن ما شاء الله عز وجل، ثم يعود الناس إلى عبادة اللات والعزى وإلى عبادة الأوثان والأصنام. وأنت ترى الآن تدخل البقرة المعبودة من دون الله، البقرة الخوارة التي لا تستطيع أن تطعم نفسها إلى بلاد الإسلام، ولم ترى منكرا ولا متغيرا وينصب صنم بوذا، ولم ترى منكرا ولا مغيرا وتعبد القبور في أرض اليمن وفي أرض العراق وفي أرض الشام وفي أرض مصر وفي أرض الجزائر وفي أرض المغرب وفي الهند وفي السند وفي أستراليا وفي إندونيسيا وفي ماليزيا وفي جميع البلاد. وترى الإنكار على المنكرين والحرب على المغيرين والتهم لأهل السنة والجماعة الداعين إلى التوحيد المعظمين له المحذرين من الشرك والتنديد. غفر الله لنا ولكم، ونقول كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني وبني وجميع المسلمين أن نعبد الأصنام. قال التيمي رحمه الله: من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ كسرها بيده، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والله المستعان.